واحد من أكتر المشاكل اللي بتواجه الbrand designers في البداية اللي هي اختيار نوع اللوجو وشكل اللوجو، أنا هاختاره على أي أساس؟ وهي أصلًا إيه هي أنواع اللوجوز؟ بإذن الله النهارده هاشارك معاك 9 أنواع من أنواع اللوجوز ودلالات كل نوع وإمتى تستخدم النوع ده أو النوع ده. فيلا بينا. ازيك يا صديقي مثال الفنان، أهلا بيك في قناة زيد استوديو حيث الجرافيك في كل مكان. طبعًا البراندات أو إنك أنت تختار نوع الشعار ده شيء مهم جدًا، جدًا، ويعني مش عايز أقول لك أهميته عاملة إزاي. طب إيه أصلًا أنواع الشعارات؟ هو هي أصلًا إيه الشعار؟ بداية محتاجين نعرف حاجة مهمة جدًا، البراند مش شعار، البراند مش شعار، البراند أكبر بكتير جدًا من كلمة أو الشعار. الشعار ليه دور مهم جدًا في عملية بناء الهوية والبراند بشكل عام، ولكن الدور الأساسي للشعار هو دورين تحديدًا، دور تعريفي ودور تحفيزي أو دور حفظ. بمعنى إيه؟ بمعنى إن البراند أو اللوجو دوره تعريفي، إن بيعرفني إن دي الشركة اللي أنا عايزها، دي ماكدونالدز، دي أبل، دي KFC، كده أنا محتاج أعرف إن اللوجو ده بتاع المكان ده، وإنه يكون مميز أو إن هو يكون memorable. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا أقدر أستذكره أو أقدر أفكره في دماغي، إن هو يكون مجرد ما أشوف اللوجو ده ده بتاع البراند الفلاني، ده بتاع البراند الفلاني. فده الدور الأساسي بتاع الشعار، إن هو يكون مميز، إن هو يعرفني إن ده بتاع المكان الفلاني، وإن هو لما أشوفه أفتكر المكان ده. ده الدور الأساسي بتاع الشعار أو الدور المهم إن الشعار ينفذه. مهم جدًا يكون الشعار ده مميز وبسيط. ليه مميز وبسيط؟ لإن ده هيكون هو أول تفاعل أو أول تواصل ما بين الclient وما بين الbrand، فلازم يكون بسيط وsimple ويوضح حاجات بسيطة ومش محتاج يكون معقد وفيه ألوان كتير وخطوط بسيطة، لأ هيكون حاجات simple، حاجات هادية. فخلونا نبدأ بأول نوع معانا، النوع رقم 1 وهو النوع الmarks logos أو النوع اللي هو بيبقى عبارة عن marks. زي مثلًا عشان تفهمني اللوجو بتاع أبل ولوجو يوتيوب أو تويتر سابقًا. وزي ما هو واضح من الأمثلة اللي أنا قُلتها لكم، النوع ده من الشعارات بيعبّر عن حاجتين، يا إما بيعبّر عن اسم الشركة نفسها مثلًا إذا كان كApple أو كTwitter، أو بيعبّر عن الخدمة اللي بيقدّمها الشركة زي مثلًا يوتيوب إذا كان زرار التشغيل بتاع ده اللي هو بيقدّم على أو بيدُل على خدمة تشغيل الفيديوهات بتاعة يوتيوب اللي هي زرار الplay. يعني باختصار النوع ده ممكن يكون بيعبّر عن اسم الشركة أو بيعبّر عن الخدمة اللي بتقدّمها الشركة. والنوع ده مناسب جدًا مع الشركات الstartup اللي بتقدّم خدمة واحدة أو منتج واحد. بمعنى إيه؟ زي مثلًا شُفت في مثال يوتيوب بيقدّم خدمة بس تشغيل فيديوهات، مش هتلاقيه مثلًا بيقدّم حاجات تانية جنبه. فهو الدور الأساسي لو أنا هاستخدم النوع ده في startup لازم يكون startup بيقدّم خدمة واحدة وخدمة أنا أقدر أعبّر عنها مميز. ولكن خلّي بالك من نقطة مهمة جدًا، إحنا قُلنا إن النوع ده مناسب مع الstartups. طب هل مع كل startups مناسب النوع ده؟ في الغالب لأ، زي ما قُلت لك لازم يكون الstartup ده بيقدّم خدمة واحدة بس أو بيقدّم منتج واحد بس. فأنا باحاول يا إما آخُد اسم الشركة أو اسم المنتج وأطلّعه في icon. وخلي بالك نقطة مهمة جدًا، لو مثلًا اللوجو بتاعك أو الbrand بتاعك هو مثلًا عقارات، فأنت هنا هتقول لي مثلًا أنا والله بُص زي الشركة بتاعة عقارات، فأنا هاستخدم أيقونة تعبّر عن العقارات. أقول لك والله ده هترجع لك ما فيش مشكلة، ولكن خلي بالك إن معظم اللوجوز بتاعة العقارات هي أصلًا اتهرست في السوق، فأنت محتاج تطلّع أيقونة بتعبّر عن العقارات ومش موجودة في السوق، مميزة. لإن زي ما قُلت لك هدف اللوجو الأساسي هو إن هو يكون تعريفي ومميز، عشان لمّا أشوفه أفتكر إن اللوجو ده بتاع الشركة دي، مش بتاع حاجة تانية. فخلّي بالك لمّا تستخدم النوع ده تطلّع أيقونة مميزة على قدر الإمكان. النوع التاني اللي معانا هو نوع الword marks. طبعًا هو واضح جدًا من الاسم، هو بيكون عبارة عن بس typography وبيعبّر عن اسم الشركة وبيعبّر عن الindustry. ولكن خلي بالك إن هو مش بس خط بسيط وبتعمل عنه مثلًا الشركة بتاعتك مثلًا اسمها زياد، تكتب مثلًا زياد وخلاص، لأ، بيكون في حاجات مميزة. وكنا عملنا فيديوهين قبل كده هتلاقيهم في الdescription أو وصف الفيديو إزاي تعمل لوجو typography مميز، ممكن ترجع لهم عشان تفهم إحنا بنتكلم في إيه. والنوع ده من الحاجات اللي مش بتميزه، يعني هي مش عيب، هي مش ميزة فيه ومش عيب، بس إن هو ما فيش icon. فأنت اعتمادك بشكل أساسي هيكون على الword mark، وفي الغالب هيكون البراند قائم بشكل أساسي على الpattern أو على الpackaging أو على أي حاجة تانية. لكن زي ما قُلت لك هنا دور اللوجو هيبقى مقتصر على إن هو يكون تعريفي، وإن أنا أفتكر إن اللوجو ده بتاع البراند ده، لكن بشكل أساسي مش هو هيكون الhero بتاع البراند. تقدر تستخدم اللوجو ده مع الشركات اللي بتقدم أكتر من خدمة أو بتقدم حاجات cosmetic مثلًا، تلاقيها معظم الحاجات الcosmetic تبقى حاجات أو الحاجات اللي هي الcosmetic والskin care والfashion والحاجات اللي هي دايمًا تلاقيها typography أو خط بسيط. تستخدمها مع شركات بتقدم أكتر من منتج أو بتقدم أكتر من خدمة. زي مثلًا عندنا كوكا كولا، عندنا مثلًا ديزني، سامسونج، كل الشركات دي بتقدم أكتر من خدمة، ولكن كل الشعارات بتاعة الشركات دي بتكون عبارة عن text بس. النوع رقم 3 معانا هو النوع الabstract. والنوع الabstract هو شبيه بالنوع الأولاني اللي هو النوع الmarks، ولكن بيختلف فيه إن الأيقونة ما بتكونش بتعبّر عن حاجة أنت تعرفها، بالغالب بتكون بتعبّر عن حاجة فيها فكرة أو في رسالة معيّنة أنت حابب توصّلها من الicon دي، لكن مش مفهومة بشكل عام للناس. زي مثلًا أديداس ونايكي وبيبسي، كل الشركات دي بتستخدم icon، هي في الأول وفي الآخر icon،
ولكن الايكون انت مش فاهم هي عباره عن ايه. يعني مثلا الايكونز بتاعت اديداس انت ممكن بعدين تفهم ان هي شكل الجبال، او الايكون بتاعت نايكي فتفهم ان هي علامه بتاعت المارك نايكي اللي هو بتاعت السرعه والقوه وكل الكلام اللي انتوا عارفينه بتاع نايكي ده. كل الكلام ده انت مش هتفهمه في الاول، عكس النوع الاولاني بتاع الوركس الماركس الاولاني. انت لما تشوف لوجو ابل فانت عارف ان دي تفاحه، لما تشوف تويتر فانت عارف ان ده طائر. فاهمين انا بتكلم في ايه؟ فالنوع ده بيختلف عن النوع الاولاني ان هو مش بيكون مفهوم بيعبر عن ايه، ولكن بيكون بيعبر عن حاجه معينه او قوه او رساله معينه من البراند. فانت تقدر تستخدم النوع ده لو انت حابب توصل رساله او في كونسبت معين في دماغك عايز توصله، فالنوع ده هيكون مناسب جدا ليه. رابع نوع معانا هو نوع الماسكوت، والنوع ده بشكل عام بيكون فيه رسم يا اما اشخاص يا اما حيوانات. والاشخاص اللي بتكون رسمها في لوجوز زي كده يا اما بتكون اشخاص واقعيين يعني بني ادمين حقيقيين، يا اما بيكونوا اشخاص من وحي الخيال. وعندنا مثال على كده اشهر مثال طبعا على النوع الماسكوت هو اللوجو بتاع KFC. والنوع ده من اللوجوز بيكون كويس جدا في خلق تفاعل مع البني ادمين او مع الكلاينتس، لان انت في الاول وفي الاخر شايف صوره بني ادم فتحس ان البراند ده بيكلمك كبني ادم. كمان تقدر تستخدم النوع ده في انك تبين البرسوناليتي والاتيتيودز بتاعت البراند بتاعك من خلال الماسكوت او من خلال الفيجوالز ايدنتي اللي انت تبني عليها بعد كده. والنوع ده بالنسبه لي بشوفه مناسب جدا مع البراندات اللي بتتعامل مع اطفال. يعني تخيل مثلا انت بتبني براند لاطفال، تبني مثلا شخصيه خياليه او شخصيه كرتونيه كده للاطفال، فممكن مثلا لو البراند ده كبير ممكن ينفذ الشخصيه دي 3 دي ويحطها في الستورز بتاعته، فتلاقي مثلا الكيدز تروح تتصور معاه تاخد سيلفي معاه، فبيبقى في علاقه مبنيه ما بين الاطفال وبين البراند ده. رقم 5 معانا هو النوع الكومبينيشن، وده النوع الاكثر امتيازا والاكثر ديناميكيه والاكثر مرونه والاكثر استخدام والاكثر كل حاجه. النوع ده بيجمع ما بين كل النقط احنا قلناها دي، ما بين مميزات اللوجو الماركس او الابستراكت او حتى التايبوجرافي. والنوع ده زي ما انتم عارفين بيكون عباره عن ايقونه تحتها التكست، زي اي لوجو شفته في حياتك في الغالب بيكون مبني على الجزء بتاع اللي هو فيه ايقونه تحتها التكست. طيب النوع ده بالنسبه لي ليه مميز اساسا او ليه اكثر ناس بستخدمه؟ لان النوع ده فيه ديناميكيه او فيه مرونه عاليه جدا. انت ممكن تستخدم الايكون بس او تستخدم الورد مارك بس، او تستخدم الاثنين حسب طريقه الاستخدام بتاعتك او حسب المكان اللي تستخدم فيه. طبعا مثال شهير على النوع ده اللوجو بتاع ماسكوت اللي هو شكل تمساح، فدايما ممكن تلاقي مثلا على التيشيرت بتاعهم حاطين التمساح بس، او حاطين على مثلا السوشيال ميديا او حسب على الباكجينج بتاعهم كلمه ماسكوت، او ممكن مثلا حسب البراند او حسب طريقه الاستخدام حتى اللي هي الايكون بتاع التمساح مع كلمه ماسكوت. فالنوع ده بيكون مميز جدا ان هو بيجيب لك الجزء او مميزات الماسكت او المارك سوري مع الجزء بتاع التايبوجرافي. طبعا النوع ده هو اكثر امتيازا والاكثر استخداما في السوق، ودايما انا بفضل النوع ده زي ما قلت لك عشان هو مرن، وانت اصلا كديزاينر تقدر توظفه في كذا حاجه اذا كان الايكون بس او الوورد مارك بس. النوع رقم 6 وهو النوع الانفلوب او النوع اللي هو احنا بنسميه البادج. ده بيكون عباره عن شكل كده بادج هو في اللوجو، مثلا ستاربكس او اللوجو بتاع يوفنتوس او اللوجو بتاع موتوسيكلات الهارلي او اللوجو بتاع BMW او اللوجو بتاع فولفوكس. كل البراندات اللي بتستخدم الخطوط معينه او رسومات معينه عشان تطلع بشكل بادج. النوع ده بيكون مناسب جدا لو انت بتتكلم عن حاجه ليها عادات وتقاليد او حاجه معايير عاليه في ستاندرز عاليه كده، فانت عايز تطلع اللوجو بتاعك ده. والنوع ده بيمشي كويس جدا او بيكون مناسب جدا مع المنظمات زي مثلا المدارس، المنظمات الحكوميه، الانديه. كل الحاجات دي بيكون مناسب جدا. وهنا انت بتحاول تاخد شكل اللوجو او تحاول تشوف شكل مميز، رسمه مميزه، تاخد الحروف تحاول تطلعها بشكل مميز تكون هي اللوجو بتاعك. مثلا لو مثال على شكل الحروف، عندنا اللوجو بتاع مثلا بتاع يوفنتوس، لو بتكلم مثلا على اشكال او في رسم معينه عندك اللوجو بتاع ستاربكس. فده بالنسبه لي لوجو عباره عن الحروف، وده خد حروف اشتغل بيها تطلع لوجو يوفنتوس، وده خد رسمه طلع بيها اللوجو بتاع ستاربكس. رقم 7 معانا هو النوع الديناميك، وانت ممكن تكون ما سمعتش الكلمه دي قبل كده او ما مرتش عليك قبل كده. النوع الديناميك ده هو عباره عن ايه؟ هو لوجو عادي خالص ولكن بيكون متغير. يعني ايه لوجو زي متغير؟ احنا مش قلنا ان اللوجو لازم يكون ثابت علشان او هو يكون مميز وبسيط علشان العميل يبدا يتعرف عليه ويبدا يحفظ البراند ده باللوجو ده. اقول لك مظبوط، كلامك مظبوط، الله ينور عليك، مركز معانا. ولكن النوع ده بيمشي مع الشركات اللي بيكون لها اكتر من منتج، والمنتجات دي كل منتج هو شركه قائمه بذاته. زي ايه مثلا؟ زي فيديكس ليها اكتر من شركه تحتها مش بس شركه توصيل. فتلاقي مثلا في فيديكس اللوجو بتاعه اللي هو الطبيعي بتاعه اللي هو اللون الاحمر مع الاخضر مع الاسود، بس ممكن تلاقي فيديكس مع لون اخضر او مع لون احمر او مع لون اورنج. فهو نفس البراند ولكن بيبقى فيه حاجات مختلفه بسيطه، ممكن يكون اللون، ممكن يكون الخط. مثلا مثال تاني على النوع ده جوجل عندها كذا سب كومباني او سب برودكت من اللوجو نفسها اللي هو الشركه بتاعت جوجل، مش بس محرك بحث. عندك مثلا عندك جيميل، عندك جوجل درايفز، عندك جوجل دوكيومنتس. كل دي لو بصيت عليهم هتلاقي نفس الكالرز، نفس الكالرز بتاعت جوجل.
تمام، ولكن هي في الاول وفي الاخر مش نفس البراند بتاع جوجل. فانت لو بتبني براند، البراند ده ليه اكتر من سب برودكت تحته، كل برودكت هو ليه قائم بشكل مختلف، فانت بتحط الجزء في دماغك انك انت بتحاول تبني براند يكون ليه اكتر من لون او اكتر من حاجه. يعني مثلا ممكن يكون البراند ده مختلف، مثلا ان الكالرز بتاعه مختلف وكل كالر بيعبر عن اندستري معينه. النوع رقم 8 اللي معانا هو النوع الليتر مارك او المونوجرام، والنوع ده في الغالب بتضطر تستخدمه لما يكون اسم الشركه كبير جدا، فمش هينفع يعني صعب التعرف عليه او صعب ان الشركه مثلا او اي شخص يحفظه. فانت بتاخد الحرف الاول من كل كلمه وتطلع منه هو اكثر يعني اشهر مثال عن الموضوع ده مثال شركه اي بي ام، شركه اتش بي، ال جي. كل الشركات دي، بي ام دبليو طبعا، يعني انت لو دورت على كلمه بي ام دبليو، انا حاولت احفظها عشان اقولها لكم، فالاسم كبير جدا، يعني تقريبا بوشنج موتورز وورنج. فانت متخيل الكلمه دي لو الناس بتحاول تقولها فهي صعبه جدا، لكن بي ام دبليو اي حد عايل في الشارع معدي هيحفظها. فانت في الغالب لو يكون اسم الشركه كبير جدا، فانت بتقترح عليهم ان انا بصوا يا شباب والله لا، الاسم ده كبير جدا وهيكون صعب ان حد يتعرف عليه او حد يحفظه. مثلا اي بي ام انترناشونال ماشين مش عارف ايه الكلمه الاخيره، فكلمه كبيره جدا، لكن اي بي ام اي حد يحفظها. القرار ده في الاول وفي الاخر بيكون انت بتقترح عليهم طالما الشركه اسمها كبير جدا او صعب التعرف عليها، وطبعا بصوا يا شباب المجموعه دي اسم كبير جدا، فانا اقترح عليكم ان احنا ناخد اول حرف من كل كلمه يبقى هو اسم الشركه. ولو هم وافقوا طبعا بيكون الموضوع سلس جدا وبيكون ابسط جدا في ان العملاء تحفظه او تتعرف عليه. النوع رقم 9 اللي معانا هو النوع الليتر مارك، والنوع الليتر مارك بيكون مختلف عن النوع الليترز. زي ما قلت لكم الليترز هو بيكون اختصار حروف من كلمات، لكن النوع الليتر اللي بقول لك عليه الاخير ده هو نوع بيكون بس قائم على اول حرف من اول كلمه، زي مثلا ماكدونالدز وسكاي بي. اللوجوز دي تبقى مختلفه عن هي بتكون قائمه على ان بس اول حرف انت بتحاول توصل منه رساله معينه. ممكن يكون الحرف ده مثلا بيعبر عن الاندستري بتاعه الشركه، يعني مثلا الحرف الام بتاع ماكدونالدز يقال ان هو الفرايز بتاعت ماكدونالدز، طبعا انا مش واثق في حاجه زي كده. سكاي بي اللي هو عندك اللي هو حرف الاس وسط السحاب. فهو الموضوع في الاول وفي الاخر بتبدا تلعب على اول حرف. طيب النوع ده انت بتبدا تستخدمه امتى او بتطلعه امتى؟ النوع ده تستخدمه في اي وقت، يعني اي حاجه تقدر توصل طالما في رساله معينه في البناء بتاع الحرف ده او في كونسيبت معين وراء بناء الحرف ده، فتقدر تستخدمه عادي جدا، سواء اذا كان اي حاجه ممكن تمشي معاها النوع ده. وطبعا النوع ده بيكون مناسب جدا مع البراندات اللي ليها اورنس كبير جدا، يعني فيها وعي بيها جدا، الناس عارفاها كويس جدا، زي مثلا ماكدونالدز، الناس عارفه كلها ماكدونالدز. فيسبوك الناس كلها عارفه فيسبوك. فالنوع ده بيكون مناسب جدا مع البراندات اللي بيكون ليها اورنس كبير، وزي ما قلت لك هي تمشي مع اي براند طالما في رساله معينه، او انت هتقدر تبني كونسيبت او تقدر توظف الحرف ده بطريقه معينه بحيث انك تطلع ايقونه كويسه. وفي طبعا امثله كتير جدا على براندات بتستخدم النوع الليترز ده مع النوع الماركس او النوع اللي هو ابستراكت. لو تاخد مثلا حرف اول حرف مثلا من حرف البراند، تبقى طالع منه مثلا شكل ابستراكت مميز، فيكون هو ده الشكل المميز بتاع البراند. لان زي ما قلت لك في الاول وفي الاخر الشعار هو دوره تعريفي، دوره يعرفني ان الشركه دي او اللوجو ده بتاع الشركه الفلانيه دي، وان لما اشوف اللوجو ده اعرف ان اللوجو ده بتاع الشركه دي. فهو دور زي ما قلت لك هو دور له علاقه بالذاكره وعلاقه بالتعارف. من كل الانواع اللي احنا قلناها دي لو انت ركزت فيها او انت خدت بالك واحنا بنعرضها، هتلاقيها بتشترك في حاجتين مهمين جدا، ان هي مميزه وان هي بسيطه. يعني مش هتلاقي في مثلا خط معقد او لوجو معقد، او هتلاقي مثلا في لوجو فيه الوان كتير جدا. لا، دي ما هتلاقيها حاجات بسيطه جدا وحاجات سهله جدا ما فيهاش فيها تعقيد. ليه؟ لان زي ما قلت لك او هفضل اقول لك كتير ان الدور الاساسي بتاع البراند اللي هو دور تعريفي ودور ان انا اتعرف على اللوجو او اتفكر البراند لما اشوفه. ما تنساش تقول لي في الكومنتات انت ايه اكتر نوع بتستخدمه وليه بتستخدمه كتير مع العملاء بتوعك. ما تنساش تقول لي في الكومنتات ايه اكتر نوع بتستخدمه وليه بتستخدمه كتير مع العملاء بتوعك، وبترجح ايه الناس تستخدم بيه. ما تنساش تستنانا كل اثنين وخميس ان شاء الله فيديو جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه. في الاخير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام.